صلة الأرحام من أعظم الواجبات وأفضل الطاعات وأجل القربات، أمر الله جل وعلا بها في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال عز وجل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال عز وجل: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أولئك هم المفلحون. رتب الله جل وعلا الثواب العاجل مع ما يدخر لصاحبه من الثواب الآجل يوم القيامة على صلة الأرحام، كما أن صلة الأرحام من أعظم الواجبات وأفضل الطاعات، وقطيعة الأرحام من أعظم الذنوب وأخطر الآفات التي رتب الله عليها العقوبة الشديدة والعذاب الأكيد على أصحابها. قطيعة الآباء والأمهات، صرنا نسمع أن يأخذ أباه أو يأخذ أمه قد انحنى ظهرهما ويقطع عظمهما وشاب شعرهما، يذهب بهما إلى مكان بعيد ويضعهما هناك. بعضهم وضع أمه في صالة المطار وغادر، بعضهم سافر بأبيه إلى مكان بعيد وتركه هناك، والأب والأم تسأل: أين ولدي؟ وقد تركها وذهب. لا إله إلا الله.